أحمد سامي. أحمد سامي لم يكن كان متدينا وكان مسلم وكان عنده حلقات، وهنالك الكثيرين من طلبته لا زالوا يحبونه، ومنهم رامي الذي هو مسلم وهو خلوق مسلم ومتدين وله طلب لدرجة أنه لا يعرف كيف تناقلت السنة وكيف وصلت إلينا. وبدأ يستدل عليها بأحاديث نبوية تم تدوينها وكتابتها بعد 200 سنة على الأقل من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Llama para Sevilla, que traigo país. الأحباب حنظلة العدا، أنا غصة في حلق من عاداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من رحلة في عقل فيلسوف الحمير، وهذا ليس شتم بل توصيف دقيق جدا، فهم قطيع يسيرون خلفه ولا الضالين آمين، بدون أي نزاع ولا أي نقاش، ويدعون العقل والفكر والتنوير، مثل مقطع العبيطة التي تقدمت بذكرها في المقدمة. وبالنسبة للبث هذا الذي أخذت منه المقطع الذي قام به أبا زفت، سنرد عليه إن شاء الله لاحقا، يعني لست في صدد الرد عليه الآن لأنه تافه، وسأرد عليه لاحقا. سأرد على أشياء مهمة فيه إن شاء الله، ربما على بث لأحد القنوات الأخرى، وربما نعمل مقطع بسيط. لكن اليوم سأرد على فيلسوف الحمير في شبهة وصلت السنة أو دونت السنة بعد 200 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنرى في هذه الحلقة كيف وصلت السنة وكيف أصلا تتناقل السنة. السنة إلى اليوم يوجد مشايخ اليوم لديهم سند متصل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الشيخ عبد العزيز الطريفي، منهم كثير من المشايخ المحدثين في هذا العصر. فالنقل اللفظي الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الإمام لا زال شغال بنفس الطريقة، كما نتناقل القرآن أيضا عن شيخي عن شيخي عن شيخه بالتجويد والأحكام كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وسنرى الآن كيف تناقلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية بالإقرار. طبعا هذا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبو القاسم اللالكائي المتوفى في القرن الرابع الهجري، يذكر فيه تسلسل أئمة أهل السنة والجماعة، كيف وصل الحديث إليه في القرن الرابع الهجري من الصحابة، كيف وصل إليه، من هم الواسطات الذين نقل الحديث إليه بهم. وهذا سيكون أول رد علمي على فيلسوف الحمير الذي يدعي، يعني يذكر شبهة يذكرها الملاحدة والمنصرين والأغبياء من منكري السنة الذين يظنون أنه لا يوجد في السنة غير البخاري. عموما لنبدأ. باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة. أول شيء نأتي بالصحابة. أول واسطة نقلت لنا الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة. فلدينا من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن أبي عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان وجندب بن عبد الله وأبو مسعود وعقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واثلة الدوسي وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء رؤوس الأحاديث التي نقلت إلى التابعين من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الآن طبقة التابعين من أهل المدينة سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير، هؤلاء كلهم كانوا تلاميذ الصحابة. وأبو القاسم محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
وسليمان بن يسار، ومحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا ابن علي بن أبي طالب من أخرى، ليس من الحسن والحسين. وعلي بن الحسين بن علي زين العابدين هذا، وابنه محمد بن علي بن الحسين، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي، وكعب بن ماتع الأحبار كعب الأحبار، وزيد بن أسلم. ومن الطبقة الثالثة طبقة التابعين محمد بن مسلم الزهري الإمام الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن الحسن، وجعفر بن محمد الصادق. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله. طبعا هؤلاء الرؤوس، العلماء كثر، ولكن هؤلاء الرؤوس يعني العلماء الذين نقلوا الأحاديث، تلاميذ ينقلون من أئمتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه، وعبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري، ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير اليمامي. ومن أهل مكة أو من يعد منهم عطاء وطاووس بن كيسان، ومجاهد الإمام مجاهد، وابن أبي مليكة. ومن بعدهم هذا الكلام، وهذا إن وصل إلى عامة المسلمين يهدم الأحاديث. دونت بعد 200 سنة، جاء البخاري وجمع. هؤلاء هم علماء الذين نقل إلى أن وصلوا للبخاري. وسنرى البخاري في أي طبقة الآن. ومن بعدهم في الطبقة التي بعدهم الطبقة الرابعة هي طبقة أئمة الأمصار، عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاووس، ثم ابن جريج، ونافع بن عمر الجمحي، وسفيان بن عيينة الإمام سفيان بن عيينة، وفضيل بن عياض، ومحمد بن مسلم الطائفي، ويحيى بن سليم الطائفي، ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام الشافعي من أئمة الحديث، ثم عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين، ويجوز أن يقال رضي الله عن الجميع. ثم بعدهم من أهل الشام علماء الحديث في الشام وجزيرة العرب أو من يعد فيها من التابعين: عبد الله بن محيريز، ورجاء بن حيوة، وعبادة بن نسي، وميمون بن مهران، وعبد الكريم بن مالك الجزري. ثم من بعدهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وعبد الله بن شوذب، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. ومن بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي إمام زمانه، وهشام بن عمار الدمشقي، ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلوين. ومن أهل مصر حيوة بن شريح، والليث بن سعد عالم مصر إمام مصر الليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة. ومن بعدهم عبد الله بن وهب بن منبه، وأشهب بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن القاسم، وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزي، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، والربيع بن سليمان المرادي، وعبد الله، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. يقولون: من أين جاءتكم الأحاديث؟ كيف وصلت الأحاديث؟ سبحان الله، الإنسان عدو ما يجهل. ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس، وعامر بن شرحبيل الشعبي، وأبو البختري سعيد بن فيروز، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وطلحة بن مصرف، وزبيد بن الحارث، والحكم بن عتيبة، ومالك بن مغول، وأبو حيان يحيى بن سعيد التميمي، وعبد الله بن أبجر، وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ، ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسفيان الثوري الإمام سفيان الثوري، وشريك بن عبد الله القاضي، زائدة بن قدامة، وأبو بكر بن عياش الإمام أبو بكر بن عياش، وعبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، ووكيع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وجعفر بن عون، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأبو نعيم الفاضل بن دكين، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان، وأبو كريد محمد بن العلاء الهمداني. ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي،
الرياحي مولى امرأة بني رياح، وهذا من العلماء المعروفين. والحسن بن أبي الحسن البصري، الإمام الحسن البصري من سادات أئمة تابعين التابعين. ومحمد بن سيرين، الإمام محمد بن سيرين. وأبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي. ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميم السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وأبو عمرو بن العلاء، ثم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان. حماد بن سلمة، الإمام حماد بن سلمة. ومعاذ بن معاذ، ثم عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن بن مهدي من أكابر علماء الحديث، وهو مرجع بالنسبة لعلماء الحديث، إمام زمانه لله ذره. ووهب بن جرير، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدني، وعباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن بشار، وسهل بن عبد الله التستري. ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي، وعمر بن عون، وشاذ بن يحيى، ووهب بن بقية، وأحمد بن سنان. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل. وأبو زكريا يحيى بن معين رفيق وصديق الإمام أحمد. وأبو عبيد الله القاسم بن سلام، الإمام القاسم بن سلام. هؤلاء كلهم أئمة نتكلم عنهم، هؤلاء أئمة علماء أهل الأرض في زمانهم. وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والحسن بن الصباح البزار، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن جرير الطبري الإمام الطبري، وأحمد بن سليمان النجاد الفقيه، وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقري. ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي. ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك المروزي، والفضل بن موسى، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، والنضر بن محمد المروزي، والنضر بن شميل المازني، ونعيم بن حماد المروزي، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه، الإمام إسحاق بن راهويه، وأحمد بن سيار المروزي، ومحمد بن نضر المروزي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الهذلي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويه النسوي، وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد الخرساني، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري. إذا ليس البخاري وحده في علم الحديث، بل ذكر، إذا لاحظنا ذكر من ضمن علماء كثر في علم مصطلح الحديث، لكن ما ميز صحيحه هو الشروط التي وضعها في الصحيح. إذا لن نعرف الحديث فجأة بعد 200 سنة كما ادعى فيلسوف الحمير. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون من صالح دعائكم، وانتظرونا في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.